أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سنتر هاف. النهاردة حلقتنا عن الأهلي في عهد بيسيرو. في الوقت اللي بنسجل فيه الحلقة دي الأهلي متربع على قمة الترتيب ب4 مكاسب متتالية، وبيسيرو أخد وقته يعرف اللاعبين ويشوف المنافسين، فده أحسن وقت نناقش فيه السلبيات والإيجابيات للأهلي. بيسيرو بيلعب 4-2-3-1 أو على الأقل آخر 4 ماتشات بدأ بالطريقة دي. بشكل عام أهلي بيسيرو عنده مشكلتين كبار. الأولى إن خطوط الفريق متباعدة دفاعا وهجوما، ونقصد إن المسافة ما بين حجازي وإيفونا كبيرة جدا، وده بيخلق مساحات ما بين خطوط الفرقة وممكن الخصم يستغلها. أهم المساحات دي بين الدفاع والوسط، منطقة الهول أو المنطقة الحمراء اللي المفروض أصلا تمنع الخصم إنه يلمس فيها الكرة من بابه. من الواضح إن بيسيرو بيطلب من خط الدفاع إنه يأخر نفسه علشان يقلل المسافة ما بينه وما بين حارس المرمى، وبالتالي ما يديش فرصة لسباقات السرعة لأن دفاعه أصلا بطيء. الحل المنطقي علشان بيسيرو يحل الأزمة دي إنه يطلب من خط النص يقرب شوية من الدفاع، بس ساعتها الأهلي هتبقى فرقة دفاعية بحتة. والحل المشكلة دي احنا بنقترح حلين على بيسيرو. الأول إنه يثبت حد في الهول أو في المنطقة الحمراء، وحسام عاشور تقريبا أنسب واحد في مصر يقدر يلعب الدور ده. الحل التاني إن بما إن معظم الفرق في الدوري بتلعب بمهاجم واحد، ممكن الاتنين سنتر باكس بتوع الأهلي واحد فيهم يضغط والتاني يغطي، وخط الدفاع بشكل عام يتقدم لغاية قرب نص الملعب. المشكلة التانية الكبيرة في الأهلي هي طريقة بناء الهجم. أنا هنا مش بطالب بيسيرو إن الأهلي يبقى زي برشلونة ويعتمد على الاستحواذ بطول الملعب وعرضه، لكن طريقة بناء الهجمة في الأهلي بتعتمد على كور طويلة، وبما إن الأهلي ما عندوش مهاجم طويل يلم الكور العالية دي فبيفقد الكورة بمنتهى السرعة. بناء الهجمة في الأهلي بيكون في 3 حالات مختلفة. الأولى إن تكون الكرة مع واحد من المدافعين، ساعتها بيلعب كرة طويلة ضالة تقريبا. الحالة التانية هي ضربة مرمى أو كرة ثابتة على حدود منطقة جزاء الأهلي بيلعبها إكرامي لإيفونا، و90% من الوقت بيخسرها إيفونا. الحالة التالتة إن الكرة تبقى مع واحد من معلمين وسط الملعب اللي هم يا إما صالح جمعة يا إما عبد الله السعيد يا إما حسام غالي، ساعتها بيعملوا كرة قطرية لواحد من الأطراف، وده أحسن حاجة بتحصل في الأهلي. المرات اللي الأهلي بيطلع فيها الكرة على الأرض، وده المفروض يكون الوضع الطبيعي الفريق بحجم الأهلي، بيوصل لمنطقة جزاء الخصم بمنتهى السهولة. بيسيرو واضح انه في حيرة في امر الاتنين سنتر باكس، برغم ان احسن 2 سنتر باكس في مصر هم ربيع وحجازي موجودين عنده في الفريق. الاتنين بصراحة بيرفكت ماتش. انا بس مش فاهم الكائن ده بيلعب اساسي ازاي. الباك اليمين في الاهلي بيلاقي دعم كويس سواء من الوينج اللي بيلعب قدامه او من نص الملعب اللي بيروح يميل عليه، وسواء الباك اليمين ده كان فتحي او محمد هاني، الاتنين بيزيدوا لقدام وبيتقدموا بالكرة، لكن المحصلة ان عرضياتهم غير دقيقة. يمكن هاني يكون احسن شوية من فتحي. في الباك الشمال الاختيار الاول صبري رحيل، هو مش بيلاقي الدعم الكافي خصوصا في الفترة الاخيرة اللي مؤمن زكريا بيلعب قدامه. مؤمن بيقطع لجوه بيسيب صبري من غير اي دعم. صبري متحفظ دفاعيا وارقامه هجوميا قليلة، على عكس حسين السيد اللي ممكن يكون احسن هجوميا لكن دفاعيا ضايع خصوصا في التغطية العكسية. ننتقل للوينجات. اعتقد ان الوينج الشمال مؤمن زكريا حجزه، خصوصا انه بيقدر يجيب اجوان من المكان ده. مؤمن عادة بيدخل جوه الملعب كمهاجم تاني، وفي احيان تانية بيلعب كصانع لعب، وده بيسيب الحتة اللي وراه في الشمال فاضية، وعشان كده صبري رحيل لازم يطور اداؤه عشان يعرف يستغل الحتة دي. اكتر واحد عرف يستفيد من الفراغ اللي بيسيبه مؤمن هو صالح جمعة اللي دايما بيتحرك في المكان ده بالكرة. لو صالح ركز اكتر في الحتة دي وزاد فيها وبدأ يكون ثنائية مع صبري، ممكن يكون للأهلي شكل تاني. في الناحية اليمين حتى الآن الأفضل هو وليد سليمان،
وبرغم انه اشول لكن بيفضل فاتح الملعب على الطرف وبيقوم بدور صانع الالعاب من المنطقة دي. بديل وليد سليمان الطبيعي هو رمضان صبحي، لكن بصراحة انا شايف ان رمضان محتاج يركز اكتر عشان ياخد ماتشات. بيسيرو في الاخر هو راجل برتغالي، يعني هيبقى عنده 15-16 لعيب بيتحرك فيهم، فبلاش نحط امل ان الشيخ او محمد حمدي زكي ممكن يكون ليهم دور الفترة اللي جاية. نيجي بقى لثنائي الارتكاز. بيسيرو عنده نظرية ديستروير بلاي ميكر، يعني واحد مفسد هجمات وواحد صانع لعب. في دماغه ان مفسد الهجمات هينحصر ما بين عاشور وفتحي، وصانع اللعب ما بين عبد الله السعيد وحسام غالي، واحيانا ممكن يكون صالح جمعة في الزنقات. اول لما جه الاهلي انا كنت شايفه خط وسط مدافع يقدر يبني هجمات، لكن صالح جمعة ابهر مصر كلها بدوره كصانع لعب. صالح جمعة مش صانع العاب تقليدي ورا المهاجم، لكن صالح جمعة بينزل نص الملعب يستلم وينقل الفرقة بلمسة او حتى بتحرك. صالح جمعة ممكن يكون الابرز في الاهلي الفترة اللي فاتت، لكن كمان محتاج يطور اداؤه الدفاعي علشان يكون له دور في المستقبل. مشكلة الاهلي الاعلامية ان عنده 5 مهاجمين، 4 منهم يستحقوا يبدأوا كأساسي، لكن بيسيرو وانا معاه مقتنع باللعب بمهاجم واحد. مش بس كده، لا ده شايف ان احسن مهاجم هو ايفونا، وانا كمان معاه. بيسيرو عايز مهاجم بينزل يشارك لاعبين الوسط في اللعب، وده موجود في ايفونا. عمرو جمال ممكن يكون مستقبل هجوم الاهلي، لكن انا رأيي انه يطلع اعارة علشان ما يفقدش حاسة التهديف. متعب هو على اقصى الاحوال هو بديل كويس جدا، وايفونا او انتوي بيتناوبوا على الاساسي. تقييمي النهائي لبيسيرو هو 65%، لكن الراجل محتاج يحل المشكلتين الكبار اللي عنده: المساحات اللي ما بين الخطوط وطريقة بناء الهجمة.